كنيسة بقت معبد. وكمان اتقال ان سيدنا موسى لما وجد على ضفاف النيل كان هنا. ايوه، دي اسطورة يهودية. هنا فين؟ في الفسطاط، معبد ابن عزرا، وده من اقدم المعابد اليهودية اللي موجودة في القاهرة. المعبد موجود بالقرب من الكنيسة المعلقة، وفي قال ان موقع المعبد كان في الاصل كنيسة واتباعت للمجتمع اليهودي، وده كان في القرن التاسع الميلادي. وقتها الكنيسة كانت بتعاني من ازمة مالية، واللي اشترى الكنيسة كان ابراهيم ابن عزرا، وده راجل يهودي اصوله من بغداد، وحولها لمعبد يهودي. والمخطوطات دي بتحتوي أو بتتضمن على نصوص دينية وتاريخية وتجارية بتعود لأكتر من 1000 سنة، ودي مصدر مهم جدا. ما تنساش، من علم لغة عدو أيمن مكره، ما بالك بقى لما نعرف التاريخ بتاعهم كله. تعالى كده هنروح ناخد جولة جوه المعبد، وخصوصا بعد ما تم ترميمه. بالرغم ان المعبد اتعرض لعمليات ترميم كتير جدا، ولكن هتلاقي ان الطراز الاساسي والديكورات زي النقوش والزخارف زي ما هي بشكل كبير جدا. لو احنا اتكلمنا عن المعبد جزء جزء، واتكلمنا في الاول عن واجهة المعبد، هتلاقي الواجهة بسيطة جدا وكلها تفاصيل معمارية أنيقة، وهتلاقي ان كل النقوش يهودية قبطية وإسلامية، يعني معبد بيضم كل الزخارف والنقوش الدينية. المدخل الرئيسي للمعبد بيتكون من باب خشبي ضخم وعليه نقوش هندسية، وعشان تبقى عارف ان الخشب بيعتبر جزء مهم جدا من العمارة الإسلامية والقبطية في مصر. أول ما هتدخل هتلاقي قاعة الصلاة، أو اسمها باللغة العبرية البيما، ودي في قلب المعبد. القاعة شكلها مستطيل وفيها مقاعد خشبية بسيطة وكتيرة اتجاهها نحو الهيكل، يعني هي هتلاقيها متجهة في اتجاه الهيكل اللي اسمه الأرون كودش، وده بيعتبر من الأجزاء المقدسة جدا في المعبد. نقدر نقول ان هو الأقدس في المعبد. الهيكل بيحتوي على التوراة، وهتلاقيه كمان متغطي بستارة مزخرفة. لو اتكلمنا عن المنبر الموجود في وسط القاعة، ده المكان اللي بيقروا فيه التوراة أثناء الصلاة، وصمموا المنبر علشان يكون محاط بالمقاعد علشان يعكس أسلوب يهودي تقليدي في التصاميم المعمارية للمعابد. ايه هو الهيكل؟ كلنا بناخد فكرة مختلفة جدا لما نسمع كلمة هيكل. بيروح دايما ذهننا ان الهيكل ده ما هو الا جسم بني ادم او هيكل انسان. الهيكل اللي هو ارون كوداش هو عبارة عن الخزانة المزخرفة اللي بتحتفظ بالتوراة، ودي احد العناصر المميزة في تصميم المعبد، لان هي بتتميز بتفاصيلها الخشبية المنحوتة، وهتلاقي ان مليانة ديكورات ذهب وفضة. هتلاقي الهيكل في الجدار الشرقي من المعبد، وهتلاقيه متغطي بستارة مزخرفة، دي بيستخدموها عشان يحموا اللفائف المقدسة. المقاعد الخشبية دي بيجلس عليها المصلون لأنها بتتميز بتصميم بسيط وتقليدي، وزي ما قلت هيتم تنظيمها على طول القاعة الرئيسية علشان تكون موجهة نحو الهيكل. الرموز اليهودية، لو اتكلمنا عن الرموز اليهودية اللي موجودة داخل معبد ابن عزرا، هتلاقي رغم بساطة التصميم إن المعبد بيحتوي على رموز يهودية بارزة جدا وواضحة. معبد ابن عزرا هو الآن موجود ومفتوح أمام الزوار، تقدر تروح تشوف المعبد وتعرف النقوش اليهودية، تعرف ايه هو الدين اليهودي، تتعرف عليهم زي ما بيتعرفوا علينا. روح وقول لنا شفت ايه احنا ما قلناش عليه. بس انا واثقة اني نقلت لك مصر كلها في صورة واحدة. استنونا الحلقة الجاية مع علياء الهواري في مصر في صورة.